كلميني جزئيه اتكلمنا جزئيه. على كتب الكتاب. طيب وقلتي ان اهلك كانوا حاضرين مظبوط. وكان زواج رسمي وطبيعي جدا. انتوا عارفين المشكلة فين؟ المشكلة ان دي واحدة حبت تعمل ترند وريتش وتتشهر على حساب اسم عبد الله رشدي، وما عرفتش، لان الراجل متفق معاها من البداية ان حياتنا مش هتبقى على المشاع ولا هتبقى على السوشيال ميديا. هي حاولت، بس البلوجر اللي جواها ما قدرتش تستحمل، حبت تعمل فيلم، عملت كام اكاونت فيك وعلقت على بوستاتها انت متجوزاه، انت مش عارف ايه، ومحدش يعرف اي حاجه على الموضوع ده. هوب، الحق، ده بيخوضوا في عرضي، اطلع دافع عني، اطلع قول لهم ان انا مراتك، اطلع قول لهم انت جوزي. مرضيش، رفض. يا بنت الناس، انا قايل لك ان حياتنا مش تبقى على السوشيال ميديا، ما ينفعش، احنا متفقين اتفاق، انا مش عايز مراتي تبقى بلوجر، انا مش عايز سيرتي تبقى على كل لسان. انا اتجوزت 20 سنه محدش كان يعرف اسم مراتي. الراجل اتجوز 20 سنه محدش عارف اسم مراته، محدش عارف اسم مراته إلا لما حصل خطأ طبي وتوفاها الله، وبدأ يحصل فيه مشكلة وبناء عليه تعرف اسم مراته، لا أكتر ولا أقل. لكن دي ما قدرتش تستحمل سنة. الراجل اتجوزها رسمي، أهلها وأهله وأصحابهم حضروا، عاشت في بيته وسط عيلته مع مراته مع أمه ومع عياله، عاشت في بيته رسمي أهو. كان بيروح معاه للدكتور، بيتابع معاها طول فترة الحمل، راح معاه المستشفى وقت الولادة وسجل بنته بنفسه. فين بقى عدم الاعتراف بالزواج؟ ده زواج رسمي على فكرة، مش عرفي ولا في السر ولا زواج شفهي ولا كلام فارغ من ده كله. اعقلوها انتوا تفهموا. دي واحدة كان كل همها تستفيد من اسم عبد الله رشدي، زوجة عبد الله رشدي، فاسمها يلعلع كده وتتشهر وتطلع على التيك توك زي زمان وتعمل شهرة بس.